السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة كده جينا في فيديو كده عند الطيور، روتين كده عند الطيور يا حبايب قلبي. قلنا ندخل للطيور نجمع البيض مع بعض كده، ونغير المية والاكل والبتاع بتاعهم ونشوف دنيتهم ايه. احنا رحنا كده عند الطيور. انا عايزة اقول للجماعة بس وللناس كل حبايبي المشتركين اللي بيسمعوني، ان اهم شيء عند الطيور الميه، زي ما احنا نبهنا قبل كده وقلنا ان الميه في الصيف ده ما تسيبهاش تسخن قدامهم، يعني لازم على قد ما تقدري يوميا. انا كنت بالليل عندهم وجيت رحت الصبح، دي الصبح كده انا كنت بالليل هناك. طبعا الميه اللي انا دلقتها دي بتاعت بالليل، هتسيبي الميه بتاعت بالليل عادي وبعد كده تغسلي وتحطي، عشان لو سبت الميه فتره طويله قدامهم بتسخن. طبعا لو الميه سخنت بتجيب لهم بقى اسهال، كوكسيديا، بتعمل امراض وحشه. فاهم شيء بالذات في الصيف. لو في الشتاء هقول لك ماشي عادي، حتى لو عندك كتاكيت صغيره، او لو عندك لسه جايبه كتاكيت، يعني سواء بيضه او بلده او اي حاجه صغيره، خشي لهم 3 مرات في اليوم، 4 مرات مش مشكله. حتى لو هتحطي كل مره ربع السقايه كده، خصوصا لو في ادويه او حاجه حطي ربع السقايه عشان يلحقوا يشربوها، وفي نفس الوقت ما تجيش تسخن قدامهم وتعمل لهم بقى اي امراض انت في غنى عنها. عايزه تربي دورتك مظبوطه وتربي فراخك او طيورك كلها سواء كبيره او صغيره مظبوطه، اهتمي بالحاجات دي، ان انت تهتمي بالميه، ما تسيبهاش تسخن او تتوسخ قدامهم او تبقى مطينه او فيها حمام او اي حاجه، على قد ما تقدري. الفراخ الصغيره طبعا الكتاكيت انت بترفعي لها الميه بتاعتها على حمالات، او لو ما عندكيش حمالات صغيره على طوب مثلا او حاجه، علشان خاطر ما يعملوش حمام فيها ويشربوا ويعملوا حمام. تاني حاجه راقب الميه، لو لقيت الميه سخنه قدامهم يبقى تتغير، ما تسيبهاش تبقى سخنه ويشربوا منها، عشان انت في غنى عن اسهال وكوكسيديا وحاجات هتدخلك في متاهات ودنيا تانية هتبوظ لك الدنيا. على قد ما تقدري خصوصا في الصيف. ولو في الشتاء برضو في حراره وانت مدفيه المكان، حطي ربع الساقيه وارجعي غيريها. دلوقتي احنا الفراخ الكبيره طبعا بتملي لهم حاجات كبيره عشان تسيبيهم. في ناس بتستسهل تقول لك عشان ما تدخلهمش طول النهار. انت حطي الميه وشوفيها، ويا ريت تبقي تملي جراد الميه عندك وتسيبيها تبقى ساقعه، لان الميه من الحنفيات بتنزل سخنه وبيبقى فيها نسبه الكلور عالي. وتسيبيها انت بقى، كل ما بتسيبيها في الجرده اللي عندك بتطلع نسبه الكلور دوت، وفي نفس الوقت بتقلل من سخونيه الميه، بتخلي الميه معاكي تبقى ساقعه، تحطيها وانت مطمنه ليهم. ده زي ما انا وريتكم بيض البطه يا جماعه، بيضت معانا 7 بيضات. انا جيت غيرت لهم الميه وحطيت لهم الاكل، وانا كنت منضفه تحتيهم زي ما شفنا مع بعض في الفيديو بتاع امبارح، وظبطنا الدنيا. ده البيض ده يا جماعه انا مجمعاه عشان في حد طالب مني، يعني واحده مدياني فلوس طبق بيض، وانا بجمعه لها على قد ما بقدر. ده بتاع كام يوم كده. انا في اليوم ممكن اجيب 5 بيضات، 4 بيضات، 6 بيضات، على حسب تسهيل ربنا وعلى حسب ربنا ما بيبعت الرزق. انا اللي كنت بجيبه وبحوشه علشان خاطر اكمل لها طبق البيض اللي هي دافعه ثمنه. يعني انت عارفين ان انا ساعات بستغنى عن طبق بيض ابيعه، يعني اجيب مكانه حاجه في البيت او كده. فبروح جايه مدبقاه، والباقي بقى لما بدبق طبق البيض اللي انا مثلا واخده فلوسه من حد، اللي اتبقى بقى بخليه لنا للبيت مثلا. ولو حد عايز تاني برجع برضو ان انا احاول اوفر له. انا طبعا زي ما قلت لكم الفراخ اللي انا جايباها من هبه دول هم كلهم 8 فرخات. هبه كانت بعت لي 10، ربنا يبارك في عمرها يا رب، والله ما خدت مني ولا جنيه. وبعتت لي الذكر والنتايه دول كانوا لسه من البيضه صغيرين، والروميه دي. طبعا الفراخ كلهم كل اللي عندي 8، كانوا 10، واحده ذبحتها وجت واحده ماتت واتبقى ال8 ربنا يبارك فيهم. يعني انا مجمعه البيض دول من 8 فرخات يا جماعه. اهتمي بوصفات البيض، اكلي اديهم كالسيوم، هاتي علف بياض من النظيف وحطي لهم. ما تجوعهمش وما تلخبطلهمش في الاكل. لو عندك اكل بيتي حطيه، بس مش الوجبه الاساسيه. حطي الوجبه الاساسيه العلف البياض ده مثلا الصبح، وتعالي اخر النهار عشيهم مثلا بالاكل البيتي عشان ما ترموهوش خساره. برضو وفري وعيني برضو، واكل البيتي برضو ما ترموهوش، استغليه واستخدميه. اعملي بقى وصفات عندك في البيت، حطي لهم بقى، اعملي بنجر، اعملي خميره تنظف بطنهم. هاتي حلبه الحصى دي واعملها لهم فيتامينات ليهم، اديهم كالسيوم عشان قشر البيض يبقى حلو معاكي، ما تبقاش رقيقه كده وتتكسر منك على طول. لو اهتميتي بالفراخ هتاخدي منها انتاج كده. انا قسما بالله يا جماعه بصوا، البيض ده كله اللي انا بلمه ده بتاع 5 ايام او 3 ايام بالكتير. انا كنت كل يوم اخد منهم 5 بيضات، 6 بيضات، على حسب ما ربنا كان بيبعت الرزق واوفره. علشان وده كله يا جماعه من 8 فرخات، محدش هيصدق طبعا. انتوا لو بصيتوا في الفيديو وعديتوا الفراخ وشفتوها، والله قسما بالله كل اللي عندي 8 فرخات. وطبعا ده بيض البيض
البطه هي بيضه 7 بيضات. المفروض ان انا بقى عايزه اعمل مكان للفراخ بعيد عنها عشان ربنا يسهل لها الحال وترقد معايا المره دي، عشان الفراخ بتروح تبيض مكانها. طبعا الفراخ بتطفشها من مكانها ومتعوده ان هي تيجي تبيض على البيض بتاعها. الفراخ لو لقت بيض في مكان بتروح عليه وتبيض فيه. طبعا هي دي تالت بطن لها زي ما احنا صورنا مع بعض وقلنا، كل ما تبيض بيجوا الفراخ يضايقوها فبتروح مكسره البيض او من خوفها عليه بتاكله، ويجي بعد كده متعرفش تنام او ترقد على البيض. فانا بصراحه مستخسره، حرام يعني. كان زمانها طلعت لي بطنين او 3 يعني، بس ربنا ما اردش لسه. ان شاء الله ربنا يبارك في البطن دوت، ونحاول نحافظ علشان حتى لو حكم زي ما انا قلت لكم ان انا هطلع الفراخ بره وابعدها عنهم مش مشكله، واسيب لها الاوضه لوحديها. كده كده الفراخ بتحب الجري بره، وهطلقها بره في الجراج في الحوش، وهي كده كده بتنام في اي مكان. واحاول اعمل لهم مكان للبيض عشان اعرف اجمع البيض بتاعهم، بس ما يبيضوش في اماكن ما كنش انا عارفه مكانهم ولا حاجه. بصوا انتوا لو عديتوا الفراخ معايا هتلاقوها. بصوا القطط مش مخليه حتى عند الفراخ برضو داخله معانا وجايه ورانا. ال8 فرخات انا خدت منهم الانتاج ده، بس البطه انا عايزاها تنام على البيض عشان ربنا يسهل الحال، خصوصا ان انا اتاكدت ان البيض بتاعها متخصب. لما شفنا في الفيديو اللي فات وشفنا الذكر لما كان بيكبسها، احنا كده عرفنا واتاكدنا ان البيض بتاعنا سليم 100 100 ومتخصب، وربنا يصلح له الحال في ان هو بقى ايه تنام عليه ويطلع لنا بط صغير. انا نفسي والله العظيم ومنى عيني اعمل انتاج من البط ده واطلع بط صغير، ياما انا طلعت قبل كده. وان شاء الله ربنا هيريد بامر الله للبطه دي، واحاول ان انا انيمها واكسب منها على قد ما اقدر، ان انا اطلع منها بط صغير واعرف ان انا اكسر منها ان شاء الله يا حبايبي. هنشوف البيض. لو البطه ربنا سهل الحال ونامت يبقى انا هطلع الفراخ كلها بره. انا هعمل لهم مكان بعيد عنها، والله ان ناموا في المكان وربنا يسر الحال ما فيش مشاكل خالص، وهنسيبهم ان هم يبيضوا بعيد عنها خلاص، واحوط عليها هي بخشبه او باي حاجه، واحاول ان انا ابقى عازلها لوحديها واسيبهم معاها في نفس الاوضه. القطط مش مخليه حتى عند الفراخ برضو داخله معانا وجايه ورانا. ال8 فرخات انا خدت منهم الانتاج ده، بس البطه انا عايزاها تنام على البيض عشان ربنا يسهل الحال، خصوصا ان انا اتاكدت ان البيض بتاعها متخصب. لما شفنا في الفيديو اللي فات وشفنا الذكر لما كان بيكبسها، احنا كده عرفنا واتاكدنا ان البيض بتاعنا سليم 100 100 ومتخصب، وربنا يصلح له الحال في ان هو بقى ايه تنام عليه ويطلع لنا بط صغير. انا نفسي والله العظيم ومنى عيني اعمل انتاج من البط ده واطلع بط صغير، ياما انا طلعت قبل كده. وان شاء الله ربنا هيريد بامر الله للبطه دي، واحاول ان انا انيمها واكسب منها على قد ما اقدر، ان انا اطلع منها بط صغير واعرف ان انا اكسر منها ان شاء الله يا حبايبي. هنشوف البيض. لو البطه ربنا سهل الحال ونامت يبقى انا هطلع الفراخ كلها بره. انا هعمل لهم مكان بعيد عنها، والله ان ناموا في المكان وربنا يسر الحال ما فيش مشاكل خالص، وهنسيبهم ان هم يبيضوا بعيد عنها خلاص، واحوط عليها هي بخشبه او باي حاجه، واحاول ان انا ابقى عازلها لوحديها واسيبهم معاها في نفس الاوضه. اما لو ما تعودوش على المكان اللي انا بعمله دلوقتي قدامكم ده، انا رحت جبت قفص كده وحطيت فيه شويه تبن، بس عشان قبل ما احط التبن القفص متخرم فهينزل منه التبن، فانا جبت مشمع زي كده قطعته حتت كده ورحت جايه حطاه في القفص وهحط فيه شويه التبن. لو قش مش عادي، القش خالص ما بيحصلوش حاجه، مش هينزل من القفص، مش هحتاج ان انا احط. انما التبن انتوا عارفينه ناعم، فممكن ايه لو حطيته من غير مشمع هينزل. طبعا انا هحطه وهحط لهم البيضتين دول كده في القفص، اعمل لهم مكان بحيث ان هم لما يشوفوا البيض يروحوا يبيضوا عليه وينسوا حوار بيض البطه ده خالص، وان هم يبيضوا هناك. بس هم طبعا هياخدوا شويه وقت لحد لما يتعودوا ويرجعوا يبيضوا هنا ويسيبوا مكانهم الاصل هناك. فانا هعودهم كده كده. البطه لسه قدامها 3 4 ايام، لانها هي كده بيضت 7 بيضات على حسب تسهيل ربنا. لسه كام بيضه كمان، ممكن لسه 4 لسه 3، على حسب ما هنشوف هي هتبيض كام بيضه وتكتفي بيهم. ففي اليومين دول هكون انا عودت الفراخ ان هي تبيض بعيد عنها، وان هي ايه تروح تبيض. بصوا يا جماعه البيض انا حوشت حوالي 25 بيضه، يعني بسم الله ما شاء الله. انا حوشتهم كده، لسه باقي 5 بيضات بس واكمل طبق البيض، واحاول ادي الست الطبق بتاعها عشان هي دافعه الفلوس بقالها كام يوم، فكتر خيرها ان هي صبرت على كده. بس هي عشان عارفه البيض ومجرباه يعني، وعارفه ان البيض بتاعنا حلو، فهي ما بتحبش تجيب من حد يعني ايه اللي يكون حد مضمون. فهي ايه بتقول لي انا هصبر عليكي مش مشكله، وحوشهولي وقت لما يجهز انا معاكي ابعتي لي وقولي لي خلاص هو اكتمل وابعتي معايا. فانا خلاص بقى 5 بيضات ان شاء الله احوشهم لها بكره، يكون ربنا بعت رزقهم وبعتهم لها مع بطه صغيره وكتر الف خيرها. طبعا انا جمعت البيض اهو، وبعد كده احنا بقى البيض اللي هيتبقى هيبقى لينا احنا ان شاء الله وللعيال. احنا كده كده يعني مش غاويين، وكل فتره وفين وفين لما
بناخد منه يعني. انا بقى عايزه اعزلهم عزله تامه خالص عن عن البطه، واحطهم بصراحه. بطه صغيره اهي، بصوا تعبانه معايا وعماله تروح وتيجي. هي بتحب حوار الطير معايا، وبتحب وتعرف ممكن اعتمد عليها تدخل للطير وتاكله وتشربه وتلم البيض وكل حاجه. فهي يعني ربنا هداها معايا في حوار الطير ده، وغاويه يعني زي وزي خالتها. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.